ريال مدريد وتشيلسي، منو اللي راح يفوز بهاي المواجهة؟ بالنسبة لمستوى الفريقين، فريال مدريد منتشي بفوزه العريض على برشلونة 4-0، وتشيلسي حاليا ديعاني بالدوري الانجليزي، ولكن لا تغركم نتيجة ريال مدريد 4-0 على برشلونة. هذا ليس تقليلا بريال مدريد، ولكن برشلونة عانوا من إصابات، وكذلك فتحوا اللعب. أي فريق يفتح اللعب ويلعب هجوم أمام ريال مدريد راح ياكلها. إذا تريد تنتصر على ريال مدريد العبوا يا دفاع. فإذا تشيلسي قدروا يلعبون دفاع، ممكن أنا أقول لك يسوون شيء أمام ريال مدريد، ولكن في حالة واحدة، إذا يأجلون هاي المباراة إلى ما بعد رمضان أضمن لك فوز تشيلسي. ولكن في رمضان وكريم بنزيما اللي يأكل 3 تمرات ويجي يفطر على الخصوم، أنا أقول لك تشيلسي حالتهم مأساة في مأساة. لذلك أنا أتوقع تأهل ريال مدريد وتألق كريم بنزيما. ومواجهة اي سي ميلان والنابولي، يا سلام، اللي قال يا سلام يروح يتعالج. حاليا نابولي، يا سلام نابولي. ما راح اقدر اكمل، لا ما راح اقدر اكمل. فارس عوض اطلع من راسي خلاص، ما راح اقدر اكمل الحلقة. نابولي، يا سلام نابولي، يا سلام. هذا النادي هو صاحب اكبر خط هجوم بدوري ابطال اوروبا اللي مسجل 25 هدف، والميلان راح يدخل بتاريخه واسمه الكبير بدوري ابطال اوروبا. زين منو اللي راح يتأهل؟ الميلان لو نابولي؟ انتهى الكلام، خلاص انتهى الكلام، قالها انتهى الكلام، ننهيها نابولي. ومواجهة بنفيكا وانتر ميلان، اعتقد انه ما حد راح يتفرج اصلا على هاي المواجهة باستثناء عوائل اللاعبين، بس عوائلهم راح يتفرجون. مواجهة مملة، واعتقد انه المباراة راح تنتهي بفرق هدف واحد او ممكن ركلات ترجيح. المستفيد الوحيد بهاي المواجهة هو المشجع البرشلوني، ومن ضمنهم اني، لأن ذول الفريقين نطلبهم ثار، بنفيكا في الموسم الماضي وإنتر ميلان بهذا الموسم. فأي واحد منهم راح يخسر احنا راح نكون فرحانين ومتونسين. اللي راح يتأهل من هاي المواجهة هو راح يكون الحصان الأسود لهاي البطولة، وأنا أعتقد إنه بنفيكا هو الأقرب للتأهل، لأن صراحة إنتر ميلان تأهلوا عن طريق حظ. يعني في مجموعة برشلونة لولا التحكيم ولولا إصابة برشلونة ما كانوا راح يوصلون للدور ال16، وكذلك بدور ال16 أمام بورتو تأهلوا بقدرة قادر بدعاء الأمهات والله العظيم. لذلك بهاي المواجهة بنفيكا راح يظهروهم على حقيقتهم. أما مواجهة المان سيتي أمام بايرن ميونخ فهذه نهائي قبل الأوان. أنا صراحة لما شفت القرعة وشفت هذا اللقاء ضجت، لأن هذا اللقاء إذا ما يكون بالنهائي بنصف النهائي، يعني إحنا راح نخسر أقوى فريقين بدوري أبطال أوروبا. يعني صعب جدا توقع هذه المباراة. إيش ما أقول لكم لا تحسبوها علي، ممكن أغلط، ممكن جدا. المان سيتي يملك الماكينة التهديفية إيرلينغ هالاند اللي عنده 10 أهداف بدوري أبطال أوروبا، وهو هداف الدوري الإنجليزي أيضا. ومن جهة أخرى نادي بايرن ميونخ هو صاحب أقوى خط دفاع بهاي البطولة اللي متلقي فقط هدفين. أنا أعتقد اللي راح يتأهل من هاي المواجهة هو نادي مانشستر سيتي. زين ليش يا أحمد أهلت مانشستر سيتي؟ هسه أنا أقول لكم ليش. نادي بايرن ميونخ ما صار لهم فترة غيروا المدرب، فاللاعبين بعدهم ما منسجمين ويا هذا المدرب، والفريق اللي يغير مدربه باستمرار راح يفقد الهدوء وراح يفقد الثقة والتوازن بين الفريق. وكذلك بيب غوارديولا ما راح يضيع على نفسه هاي الفرصة، لأن صار عنده مهاجم سوبر صريح، فلقى بهذا الموسم القطعة الناقصة اللي كان يحتاجها. وهاي هي الفرق الأربعة اللي أهلتها لدور نصف النهائي. انتوا أيضا كتبوا لي توقعاتكم بالتعليقات، وبالنهاية لا تنسون اللايك والشير والاشتراك بالقناة. أشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.